قبل ما تشتري أي عقار لازم تبقى فاهم السوق كويس، يعني مش أي إعلان تشوفه ولا أي سعر تسمعه، يعني اللي بيشتري من غير معرفة كأنه بيشتري من غير ما يعرف سعر الحاجة الحقيقي. أول خطوة لازم تفهم المنطقة، ولازم أبص على أسعار في نفس المنطقة، ولو قدرت توصل للأسعار في نفس الشارع يبقى أحسن. يعني تقدر تشوف سعر الشقة في نفس المنطقة جوه كومباوند بره كومباوند لو أمكن. كل تفصيلة بتفرق أوي في السعر. مثال من التجمع الخامس، سعر شقة مساحتها 150 متر على شارع التسعين غير شقة 150 متر بس بعيدة عن شارع التسعين وبعيدة عن خدمات. تاني خطوة لازم تعرف حجم الطلب على المكان ده، واسأل نفسك هل المنطقة دي مطلوبة في بيع وتأجير ولا السوق واقف. حاجة تانية مثلا في أكتوبر، في مناطق في أكتوبر عليها الطلب فيها ثابت علشان الخدمات والمواصلات، وفي مناطق تانية الطلب لسه عليها ضعيف ويمكن شبه معدوم حتى لو السعر قليل. تالت خطوة، السعر المعلن مش دايما هو السعر الحقيقي. كتير قوي من الأسعار اللي بتشوفها دايما بتكون فيها نسبة تفاوض. اللي فاهم السوق قوي بيعرف يوصل لسعر واقعي ويعرف يتفاوض صح. يعني مثلا خلي بالك إنه المواسم في الشراء بتفرق، العروض يعني بتفرق، والمشاريع الجديدة بتأثر على المشاريع اللي قبل كده في المنطقة. يعني مش كل وقت مناسب للشراء ومش كل وقت بيبقى مناسب للبيع برضه. نصيحة أخيرة، استشارة بروكر فاهم ممكن تفرق معاك في قرار مصيري وتوفر عليك فلوس كتير. الخلاصة افهم السوق كويس علشان تشتري بسعر كويس وتشتري وانت مطمن.